السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أبطال الشهادة الثانوية الأزهرية، أبطال القسم الأدبي، أحباب الله، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقتنا عن الأزهر، ونبدأها بحل النموذج الاسترشادي الأول اللي الأزهر نزلوه. طبعا احنا كنا عمالين نطلب عايزين نماذج استرشادية أزهر، نماذج استرشادية أزهر، زي ما العام بينزلوا 10 فالأزهر حن علينا خلاص ونزل لنا نموذج استرشادي، وفي انتظار يمكن ينزلوا حاجة تانية فهحلها لكم. انا عايز اقول لك كلمه كده، اوعى تدخل امتحان التاريخ يا صديقي من غير ما يكون حالل امتحانات من 2023 دور اول دور تاني 2024 2025. الثلاث سنين دول لازم تكون حللهم، وكمان لازم تكون حالل النموذج الاسترشادي اللي قدام حضرتك ده، لان الاسئله بتيجي مشابهه بل بتيجي تيبيكال منه. فيلا نسمي الله ويلا بينا في السؤال الاول. يقول لك تخير الاجابه الصحيحه مما يلي. السؤال بيقول: كان لتحويل الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح تأثيره على التجارة الداخلية. يبقى أقول لك لما الطريق اتحول من مصر بعد ما كانوا بيجوا فيها وراح يلف حوالين أفريقيا لرأس الرجاء الصالح، هل اتأثر سلبا بالتجارة الداخلية بسبب ايه؟ غارات البدو، كده كده البدو في الصحراء فكده كده مش ضرنا، المكاييل والموازين ملهاش لازمة، ثبات قيمة العملة برضو مش ليها أثر بسبب تحول التجارة، امال ايه اللي حولها؟ استقرار الأمن. ليه يا مستر؟ بعدم وجود امن في مصر في هذه الفتره فتحول طريق التجاره من مصر الى راس الرجاء الصالح، فده اثر على التجاره الداخليه بانهم مسكوا في بعض وما كانش في امن ولا امان. السؤال اللي بعد كده بيقول: تكونت الرابطه العربيه لمواجهه الرابطه العثمانيه نتيجه الوجود ايه في شبه الجزيره العربيه؟ مش وجود بريطاني، لان البريطانيين ما دخلوش شبه الجزيره العربيه في وقت الرابطه العربيه لما عايزه تتكون. امال ولا وجود فرنسي، الوجود المصري اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو محمد علي، لما فكر يروح ياخد الجزيره العربيه علشان يبدا يبني حلمه اللي هو ايه؟ تكوين رابطه عربيه في مواجهه الرابطه العثمانيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: كان من المغزى من قرار ترقيه عرابي وكيلا لوزاره الحربيه. احمد عرابي بعتوه الشرقيه، فلما بعتوه الشرقيه زاد نفوذه، فلما زاد نفوذه بعتوا ويجيبوه تاني الى القاهره. مكتوب عندك بعتوا يجيبوه القاهره ليه؟ مكتوبه في المذكرات كده وفي الكتاب حتى يكون يعني تحت سيطره واداره الحكومه المصريه، يبقى هيكون مش انحيازه للسلطه ولا اعترافه بكفاءته، امال ايه؟ علشان يراقبوه، عشان يشوفوا تحركاته ويشوفوا اعماله. يبقى الاجابه وضعه تحت سمع وبصر ومرأى متخذي القرار السياسي. أصبح الوفد المصري ممثلا قانونيا للأمة. إمتى الوفد أصبح ممثل قانوني للأمة؟ مش الأحكام العرفية مش لها وقت، ولا تأليف سعد لهيئة الوفد، ولا مقابلة المندوب السامي برضو لأ. يبقى تأليف سعد ولا التفويض الشعبي؟ لا، أقوى وأحسن التفويض الشعبي. يعني إيه مستر التفويض؟ يعني بعد ما الشعب وافق على إن سعد زغلول يتكلم باسمه، يبقى إذا الإجابة تفويض شعبي. استهدفت فرنسا من عقد معاهدة الامتيازات مع مراكش. فرنسا راحت طبقت على مراكش معاهدة اسمها معاهدة الامتياز غصب عن عين سلطان مراكش. هتقولي تمس الهوية؟ لا. السيطرة على المناصب الهامة. مناصب ايه؟ تبادل خبرات. طب تبادل الخبرات ده مين هيبدل مع مين؟ المغرب حزينة والفرنسا متقدمة، مفيش تبادل خبرات، امال تقديم الخبرات المدنية والعسكرية، لأن معاهدة الامتيازات بتقول عندك فقامت بتقديم الخبرات المدنية والعسكرية للمغرب أو لمراكش. يبقى كده خلصنا السؤال الخامس. يلا بينا على المقالي والمشاوي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما النتائج مترتبة على ثورة القاهرة الأولى؟ اتكلم بقى يا معلم وقول: واحد، إخماد الثورة بالعنف، لما دخلوا اخمدوا الثورة بالشدة والعنف، يبقى دي أول نتيجة. رقم اتنين: دخول الجامع الأزهر بالخيول. فاكر ياض؟ صح. مما أثار الشعور الديني. اتمنى يكون خطي مقروء، انا عارف ان خطي وحش، مش مستنيك في كومنتات تقول لي خطك وحش. طب رقم ثلاثة بقى: قتل الكثير من المصريين. يبقى دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: تطهير البحر الأحمر من القرصنة في عهد محمد علي ترتب عليه إيه بقى؟ اكتب: تفضيل شركة الهند الشرقية. خدوا بالكم يا بنات يا رجالة، شركة الهند الشرقية مش شركة في الهند، لا، ده هي شركة تبع بريطانيا. هي شركة الهند الشرقية البريطانية مش الهولندية. تعمل ايه الشركة دي؟ فضلت المرور في مصر بدلا من رأس الرجاء. آسف نمسحها. الرجاء الصالح.
ليه بقى؟ لأن الطريق في مصر أسهل، فليه يلفوا بقى من رأس رجاء، فجم يعدوا من مصر. سؤال رقم 3 ده سؤال مهم جدا يا ابني، بيقول لك توسعات اسماعيل في شرق افريقيا ترتب عليها ايه؟ هتعد له بقى، تقول له واحد، كانت في غير صالح اسماعيل. ليه يا مستر؟ فاكرين لما اسماعيل راح يعمل توسعات في شرق افريقيا اثار عليه الدول الاوروبيه صح؟ لا مش اثاروا بس، ده وقفوا ضده وضربوه وهزموه، مش بس كده، ده خسر 3 مليون جنيه. كل الحاجات دي حصلت بسبب توسعات في شرق افريقيا. بتقول له كانت في غير صالح اسماعيل. ليه؟ حيث اثارت عليه الدول الكبرى. ليه؟ لأنهم رأوا إن هو يهدد مصالحهم، حيث أثرت عليه الدول الكبرى، حيث هدد مصالحهم. طب وإيه تاني اللي حصل يا مستر؟ ليه؟ تقول لي هزم في حرب الحبشة وخسر 3 مليون جنيه. يبقى إذا كده خلصنا أسئلة المقالي. يلا بينا نخش على السؤال رقم 2 وركز معايا. وفقا لاتفاقية سايكس بيكو فإن مدينة حيفا وعكا كانت تحت حكم مين يا مستر؟ على طول تقول له انجلترا. بص يا في البداية المنطقة بتاعت حيفا وعكا كل دي كانت تحت قيادة انجلترا. بعد كده بقى لما جت فرنسا تعديل اتفاقية سايكس بيكو وراحت عملت المؤتمر بقى بتاع سان ريمون، فتم البلاد الشام كلها راحت لمين؟ لفرنسا. بس هو بيقول لك اثناء اتفاقيه سايكس بيكو تروح تقول له انجلترا، لكن لو بعدها تروح تقول له فرنسا. وركز في السؤال ده. اول مشروع لتقسيم فلسطين الى دوله عربيه واخرى يهوديه كان عن طريق لجنه بيل. على طول ليه؟ لان لجنه بيل جت سنه 1937 وقسمت فلسطين. ليه؟ بعد الثوره العربيه المسلحه اللي كان في فلسطين عمل لجنه بيل عشان يهدوه. خد بالك في تقسيم تاني ممكن يجي لك في الامتحان السنه دي وقلبي حاسس، اللي هو تقسيم الامم المتحده يا مستر. طب تقسيم الامم المتحده ده كان سنه 1947، يبقى ده 37 وده 47، يعني بينهم وبين بعض عقد ياض، والعقد ده هو 10 سنوات. يلا يا عم السؤال اللي بعد كده. حقق انشاء نابليون للدواوين الاقاليم هدفا ايه؟ دواوين الاقاليم كان بتعمل ايه الاول عشان اعرف هدفها؟ كان بتجمع الضرايب، جمع الضرايب ده اقتصادي. كان بتعمل ايه تاني؟ بتفض المشاحنات، وفضل المشاحنات ده امني او سياسي، يبقى مش عسكري ولا ثقافي ولا عسكري ولا السؤال هنا هيكون اقتصادي وسياسي. يبقى الديوان ده الاقاليم كان هدفا سياسيا واقتصاديا. السؤال رقم 4 بيقول لي أسهمت أحداث صراع على الحكم في مصر بين القوى العثمانية المتنافسة. لما حصل صراع بين القوى العثمانية المتنافسة والمملوكية أدت إلى ظهور الزعامة التي نبتت من قلب الصراع. والله أنت حافظها ديت. مين الزعامة اللي نبتت من قلب الصراع؟ هي الزعامة التي لم تكن تتنافس على الحكم، اللي هي الزعامة المصرية. تمت سيطرة الأجانب على الشؤون المالية في عهد توفيق عن طريق ايه؟ سيطرة على الشؤون المالية. حلو قوي. طب ما بعثة كيف دي سيطرة يا مستر على الشؤون المالية؟ بص يا ده السؤال 5 وركز. صندوق الدين سيطرة برضه، المراقبة الثنائية برضه سيطرة. بس شوف ارجع للسؤال كده يا برنس، في عهد مين؟ اوبا دي كان في عهد اسماعيل ما تنفعش، ده في عهد صندوق الدين اسماعيل ما ينفعش، المراقبة الثنائية سمعة وبرضه ما ينفعش. امال مين اللي كان في عهد توفيق؟ يبقى اللي كان في عهد توفيق قانون التصفية. يلا بينا على السؤال اللي بعد كده يا مستر المقالي والمشاوي. والسؤال بيقول ماذا يحدث إذا، حلو قوي السؤال ده، لم يتم توقيع معاهدة الوفاق الودي سنة 1904. طبعا كلنا عارفين الوفاق الودي ده كان بين مين وبين مين. ما انت مش تكون مش عارف وجاي تسمع مني مش هتفهم. روح ذاكر الأول وبعد كده تعالى واسمع الحل. معاهدة الوفاق الودي كانت بين، نكتبها في جنب كده، كان بين انجلترا وكان بين فرنسا. لما قالوا ان تنفرد انجلترا بمصر، فاكر ياض، وان تنفرد فرنسا بمراكش. برافو عليك يا ازهر يا احباب الله. فلما يقول لي هنا لم يتم توقيع المعاهده نتج عنها ايه؟ عد كده تقول لي. واحد، لم تتخلى فرنسا عن مساعدة مصطفى كامل، يبقى دي أول واحدة. طب رقم 2 يا مستر، مش بس كده، لم تنفرد انجلترا بحكم مصر، مش بس كده. 3، لم يطعن كرومر في مقدرة المصريين على الحكم
الذاتي، وده سؤال يحرك كل معاني الفهم داخل دماغ الطالب الازهري. السؤال اللي بعد كده بيقول الى من تنسب الاعمال تدريب الجيش المصري؟ ايوه الكولونيل سيف، اللي هو بعد كده سمى اسمه سليمان باشا الفرنساوي. رفض الاستجابه لمطالب الفلاحين او محمد علي في ارجاع الفلاحين الى عكا. ده الطعم اللي كان راميه محمد علي الوالي عكا، ووالي عكا بلع. يبقى مين اللي رفض؟ اقول له والي عكا. يلا على السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث، وبيقول لم يحقق تصريح 28 فبراير الاماني الوطنيه الا انه ساعد في حصول مصر على ايه؟ حصول مصر على حياه الليبراليه. طب الليبراليه يا مستر اللي مكنت مصر من مش زياده ميزانيه ولا تشجيع الحركه الوطنيه، امال ايه؟ وضع دستور للبلاد على طول. يبقى هي دي الاجابه. السؤال بعد كده، راقبت انجلترا الملاحه في المحيط الهندي وبحر العرب لتامين مواصلاتها الى الهند، ولكنها فوجئت بظهور البعبع. يلا مين البعبع؟ على طول محمد علي. السؤال اللي بعد كده، قام سياسه الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام منذ بدايتها على سياسه الاحتلال الفرنسي قامت في بلاد الشام من البدايه على ايه؟ شوف بقى، هل النهوض بالاقتصاد السوري واللبناني؟ اقول له لا، استقلال سوريا ولبنان وملاش دعوه. امال ايه؟ راحوا بص مزقوا وحده سوريا. فاكر انت كده لما دخلوا على سوريا قسموا سوريا الى دروز والعلويين ودمشق، وقسموه جبل لبنان ليظهر جبل لبنان الكبير. يبقى ده اسمه تمزيق وحده اراضيها. حرب الاستنزاف تعبير اطلقه مين؟ مش محمد نجيب ولا السادات، امال مين؟ جمال عبد الناصر. يبقى اول ارسال رقم 4 اقول له الرئيس جمال عبد الناصر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اصدرت القياده العامه لمين بيانا اشارت فيه لخروج الشعب في المظاهرات؟ بص يا واد، سنه 2013 ديت يعني في احداث الثوره اللي هي ثوره 30/6. قال له مين بقى اللي قال للشعب اشار اليهم في الخروج الى المظاهرات؟ على طول تقول له ده للقوات المسلحه او الجيش المصري. السؤال هنا بيقول لي ما العلاقه بين حروب شبه الجزيره العربيه والبحريه المصريه؟ في علاقه. ان اقول له ايه بقى؟ ان اول ما محمد علي استيطان قال له روح حارب في بلاد الحرب الوهابيه، بلاد شبه الجزيره العربيه، فقرر محمد علي طب انا هعدي الجنود بتوعي من البحر الاحمر، ايه يعديهم من مصر للبحر الاحمر عوم يعني لانهم يروحوا شبه الجزيره العربيه؟ لا، فقرر محمد علي ان هو انه ينشئ اسطول. يعني اكتب ايه يا مستر؟ يعني تكتب الاتي: حيث فكر محمد علي في انشاء الاسطول المصري اثناء الحرب الوهابية. الحرب الوهابية اللي كانت فين؟ اللي كانت في شبه الجزيرة العربية. السؤال اللي بعد كده بقول الحرب العالمية الأولى والوضع السياسي في مصر. حلو قوي السؤال ده. الحرب العالمية الأولى ليها علاقة بالوضع السياسي في مصر؟ تقول له برافو عليك. ليه؟ لأنه فاكر لما بقول لك السلطان العثماني راح ينضم لقوات المحور ضد انجلترا، يعني انضم لألمانيا ضد انجلترا، فانجلترا قالت له بقى سلطان يا عثمان انا سايبه مصر تحت قيادتك وتحت اسمك كل ده، وتيجي تغدر بيا وتنضم للأعداء. فحلفت انجلترا من بعدها يا باشا ان هي تخلع فكره السلطان العثماني عن مصر، وراحت جايه معينه واحد اسمه السلطان حسين كامل وادت له لقب سلطان. خلاص ما عدناش عايزين السلطان العثماني ده خلاص، وراحت جايه اعطته لقب سلطان وخلعت عباس حلمي. طب انا هكتب ايه؟ تكتب حيث تغير وضع مصر السياسي اثناء الحرب العالميه، فقامت انجلترا بخلع عباس حلمي وتعيين حسين كامل واعطته لقب سلطان، وكده تغير مصر السياسي من التبعية. الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية. حلو برضو قوي السؤال ده. يعني الحرب العالمية الثانية ليها علاقة بسياسة مصر الخارجية؟ أقول له أيوة ليها علاقة. أقول له لما استجابت مصر لدعوة الراجل الإنجليزي اللي كان اسمه مستر إيدان أو إستر أيدن إن هو يعمل إيه؟ لإنشاء جامعة الدول العربية. الله، يبقى اذا كان للحرب دور في سياسه مصر الخارجيه ان هو مصطفى النحاس وافق على دعوه ايدن الثانيه او ايدان الثانيه وقام بانشاء جامعه الدول العربيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تخير الاجابه الصحيحه. يعد عزل والي وتعيين والي اخر برات الشعب اول صك ايه؟ يلا سؤال سهل ده، صك اجتماعي على طول. لجأ الخديوي مين الى اسلوب المسالمه؟ عباس حلمي لما كان الاول ضد الانجليز، وبعد كده لما الانجليز والفرنساويين عملوا وفاق الودي رجع بطه بلدي وبقى معاهم. يبقى على طول كان الاثر في حشوده حادثه او اثر في حرب فاشوده او الاحتلال فاشوده اثر على عباس حلمي. السؤال اللي بعد كده بيقول كان لاصرار بريطانيا على التدخل في شؤون مصر
السبب في فشل اول مفاوضات في الحكم الدستوري؟ والنعمه السؤال ده كنت بغنيه في السنتر عندي، بغنيه لكم، أقول لكم يا جماعه اول مفاوضات، ويسكت سعد ميلنر، اول مفاوضات في الحكم الدستوري سعد ماكدونالد. اللي مش فاهم وبيسمعني يعني ايه يا مستر في اول مفاوضات في الحكم الدستوري؟ يعني من اول ما عملنا دستور اللي هو كام ياض 1923. طب المفاوضات اللي حصلت بعد 23، اوعى تقول لي ميلنر تبقى حمار، امال اللي كانت هي مفاوضات سعد وماكدونالد. وركزوا يا جماعه السؤال ده مهم جدا. السؤال اللي بعد كده يقول لي يرجع انضمام ايطاليا سنة 82 إلى الحلف النمساوي الألماني إلى استعمار إيه؟ إيطاليا إيه اللي خلاها تنضم للحلف ده؟ أقول له لما فرنسا راحت استعمرت تونس، تاخد تونس، أنا كنت عايز آخد تونس، طب أنا ما خدتش حاجة، فراح جاية واقفة ضدها على طول، تقول لي لما استعمرت فرنسا لتونس. السؤال اللي بعد كده يقول لي كان من نتائج عقد هدنة رودس وإعلان الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا سنة 1950 الحدود الجديدة لإسرائيل. لما كل ده حصل كان من نتائج ايه يا مستر؟ مش من نتائج لجنه بيل اللي انا لسه شارحها لك 1937، مش الكتاب الابيض الثالث، امال ايه؟ اقول له كانت من نتائج حرب 48 على طول. فعلى طول لما اتهزمنا فيها هم انجلترا وفرنسا والولايات المتحده اعترفوا بيهم سنه 50، يبقى دي الاقرب ليها، فتاخد الاجابه دي. السؤال اللي بعد ذلك بيقول لك كان لثوره 19 في مصر اثر على ثوره 20 في العراق. السؤال ده حلو قوي قوي ومهم يا جماعه. ليه؟ هقول له يا مستر كان ليها اثر على ثوره، لان ثوره العراق تأثرت بثورة مصر سنة 1919. ثورة العراق اللي هي ثورة العشرين تأثرت بثورة ايه؟ مصر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عملت فرنسا على استغلال موارد الجزائر بعد احتلالها. استغلت موارد الجزائر، امال ايه؟ استولت فرنسا على الأراضي لزراعتها بالكروم. ليه يا مستر؟ لإنتاج الخمور. السؤال اللي بعد كده بيقول لي شمل نصوص 1923 نصوص متعارضة. مهم قوي وبيتكرر كتير. اقول له اشتمل نصوص متعارضة ازاي؟ تقول له حيث كان هناك نصوص بتقول ان الامه مصدر السلطات، ونصوص تانية بتجعل الملك مصدر السلطات، ولا احناش فاهمين حاجه. اقول له حيث كانت هناك نصوص تجعل الأمة مصدر السلطات، وأخرى تجعل الملك مصدر السلطات. السؤال اللي بعد كده بيقول تخيل الإجابة صحيحة. رفض العرب نقط لأنه أغفل حقوق الإنسان بالنسبة للعرب فلسطين. أولا مش الكتاب الابيض الثاني ولا الكتاب الابيض الثالث ولا تصريح فبراء، ده مش دعوه. امال الكتاب الابيض الاول ليه؟ لان الكتاب مكتوبه كده عندك في كتاب المدرسه وفي مذكراتك، لم يشر النص صراحه الى عرب فلسطين واعتبروهم طوائف غير معلومه، يبقى اذا هنا الكتاب الابيض الاول اهمل حقوق العرب. كان لتكوين شريحه كبيره من مثقفي الجزائر على الطريقه الفرنسيه ان دعت الى ايه؟ حلو قوي. شريحة كبيرة من مثقفي الجزائر. بقول مين مثقفي الجزائر؟ أسأل طالب أزهري كده محب لله، مين؟ أقول لي عباس فرحات. ليه يا مستر؟ إن عباس فرحات ده كان راجل من مثقفي الجزائر وكان يدعو إلى الاندماج على الطريقة الفرنسية. أن دعت العيال بتوع الأزهر فيهم ميزة لذيذة قوي، حتى بتوع العام قلدوه. أي حاجة يشوفوا فيها ما سبق يجري ياخد جميع ما سبق. بس السؤال ده اداك على قفاك ليه؟ لأنك ما ينفعش تاخد جميع ما سبق، هيسيبها لك غلط. ده بنقرا مع بعض. لسه قلنا مثقفي الجزائر اللي هو عباس فرحات. الطريقه الفرنسيه انه عايز اندماج فرنسا مع الجزائر، مش الحفاظ على الهويه الجزائريه خالص، ولا عقد اتفاق مع فرنسا ولا جميع ما سبق. يبقى الاندماج مع فرنسا، ان عباس فرحات يرى الاندماج مع فرنسا. السؤال اللي بعد كده نالت قاره افريقيا اهتماما خاصا في عهد جمال عبد الناصر في كافة المجالات، أو في كافة المجالات ماشي، ففي المجال نقط دعمت مصر حركة التحرر، ولا حركة تحرر لا اقتصادي ولا إعلامي ولا اجتماعي، امال حركة تحرر سياسي على طول. من الأسباب الرئيسية التي تكمن التدخل الأجنبي وتوسع مصر جهة الأسباب التي تكمن في التدخل الأجنبي توسع مصر. هو بيقول لك التدخل الأجنبي ده أيام إسماعيل يا شباب، إسماعيل، عشان الناس اللي مش معايا من زمان فأول مرة أشرح للناس الأزهر حل فمش عارفين طريقتي. فمولك التدخل ده لازم تجيب تدخل في عهد من اسماعيل. طب اسماعيل راح يتوسع مش شمالا ومش شرقا، وما يتوسع في الجنوب لما راح الى الحبشه عشان يتوسع في اتجاه الجنوب. رقم 5 بيقول ازدهرت بعض الصناعات الحربية في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد. يا جماعة دي حرب اسمها حرب القرم، ماشي؟ الحرب القرم دي كان بين روسيا يا جماعة وبين الدولة العثمانية. يبقى إذا بسبب حرب القرم دي ازدهرت بعض الصناعات، مش تدخل أجنبي ومش رفع قيود ومش زيادة عدد الجيش. أمال إيه يا مستر؟
السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه. السياسه الخارجيه المقصود بها يا شباب هنا حرب الايه؟ حرب القرم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الى من تنسب الاعمال الاتيه؟ اسس جريده اللواء، اقول له مصطفى كامل. السؤال بعد اصدر عهد امان؟ الباي محمد. اعمل على تثقيف عامل شعب في مدارس ليليه؟ اخوكم محمد فريد، هو ده اللي ثقف الشعب في مدارس ليليه. وكده يا باشا يبقى احنا خلصنا الامتحان الاسترشادي. نتمنى ان هم ينزلوا استرشادي تاني. باكد عليك يا حبيبي الغالي انك لازم تكون حالل من 2023 لحد 2025 زائد النموذج الاسترشادي ده. الامتحان ان شاء الله ان شاء الله ما يطلعش منهم. ولو مش متابعني اول مره تسمعني، اتمنى انك تتابعني، انزل لك حاجه جامده قوي لليالي الامتحان باذن الله تعالى. وخد بالك انا عايز منك دعوة حلوة، وما تنساش تدعي لي دايما كده بظهر الغيب. دمتم موفقين بإذن الله تعالى. نشوفكم في فيديوهات تانية جديدة، وما تنساش تقول انك مع القيصر لازم تسيطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.